السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي مع حل التدريبات واستكمال لحل الأسئلة. اليوم مع حل درس الخيار. أسئلة كتاب المقرر. السؤال الأول: ما ضابط بدو الصلاح في الزروع والثمار؟ ضابط بدو الصلاح يعني إيه هي العلامة التي تبين أن هذا الزرع قد استوى واكتمل وآن وقت الحصاد؟ قال أن يكون قد بلغ صفة يطلع فيها غالبا، يعني هو وصل المرحلة دي غالب الناس بيقطعوا فيها الثمر ويجمعوا فيها الثمر في هذه الفترة. السؤال الثاني بيقول: حكم بيع البطيخ والباذنجان قبل بدو الصلاح. حكم بيع البطيخ والباذنجان قبل بدو الصلاح. قال: لا يصح بيع البطيخ والباذنجان قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع. يعني الإنسان المشتري اللي هيجي يشتري يقول: أنا أشتري الباذنجان دهوت والبطيخ، بس بشرط ان انا اقطعه قبل بدو الصلاح. ده في الحالة دي في الحالة دي يجوز. قال: وإن بيع من مالك الأصول، حتى لو صاحب الأرض هو اللي باع برضو لازم المشتري يشترط على أنه يقطعه قبل بدو صلاح. قال: بين الحكم فيما يأتي: بيع الثمرة مع الشجرة قبل بدو الصلاح. أما إن باع الشجرة مع الثمرة قال: جاز البيع بلا شرط. يعني يعني ما يشترطش، ما يقولش ان انا هشتري الاقطع او هشتري الثمرة ولا لا. فهو قال لي يجوز البيع بلا شرط، ما يشترطش عليه ان هو يقطع الثمرة. يعني صاحب الارض لا يشترط على المشتري انه يقطع الثمرة، يبقى يجوز بلا شرط. قال: لأن الثمرة تتبع الأصل وهو غير متعرض للعاهة. في الحالة دي إن هو طالما هيسيب الثمرة في الشجرة وهو أصلا اشترى الشجرة بالثمرة فهذه يجوز. ضع علامة صح أو علامة خطأ. يشترط لبيع الزرع والثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود منه. طبعا الإجابة صحيحة. يعني أنا بروح أشتري التين ليه؟ رايح أشتري الأشياء اللي هي ظاهرة. رايح أشتري التين، رايح أشتري بطيخ، رايح أشتري عنب، دي علشان أكله، فظهر المقصود منه إن هو مستوي، فده يجوز. صحيح، يعني العلامة دي السؤال ده صح. هنا بيقول لي أسئلة كتاب المرشد. قال: ما هو الخيار؟ طبعا دي أول سؤال عندنا، ما هو الخيار؟ فقال: الخيار هو تعريف الخيار. قال: طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. الخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. إما أن أنا أختار أمضي العقد يعني يكون لازم، أو أني أفسخه. وحكمة مشروعيته، ما الحكمة من المشروعية؟ قال: حكمة مشروعيته أنه من التخفيف على شرعه الله سبحانه وتعالى للتخفيف على البائع والمشتري. قال: رفقا بالمتعاقدين، لأن الأصل في البيع اللزوم. يعني الأصل في البيع اللي هو اللزوم، يعني يعني المشتري ياخذ البضاعة والبائع ياخذ الأموال، لأن القصد منه نقل الملك، وقضية الملك والتصرف كلاهما فرع عن اللزوم. يبقى ده الحكمة من الخيار، هنقول أنه رفقا بالمتعاقدين، لأن الإنسان ممكن أن يشتري شيئا وبعد ذلك تبين له أنه يعني مثلا لا يريد هذا الشيء فيرجعه تاني، ما فيش أي مشكلة. وما الأصل في خيار المجلس وخيار الشرط؟ خيار المجلس دي قلنا نوع من أنواع الخيار. قال: الأصل فيه يعني الدليل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر اختر. دي خيار خيار المجلس. والدليل على خيار الشرط اللي هو 3 أيام قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحيحين:
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر له رجل أنه يخدع في البيع، فقال: من بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال. وفي رواية: فجعل له عهدة كام يوم؟ 3 أيام. ده الأصل في خيار المجلس وخيار الشرط. أنواع الخيار، قلنا أنواع الخيار نوعين: خيار تشه وده مجلس، وخيار الشرط. والخيار التشهي وخيار النقيصة الذي هو اسمه خيار العيب. ما الحكم لو اختار أحد المتبايعين لزوم العقد ولم يختر الآخر؟ هنقول أصبح، يعني اختار لزوم العقد. يعني واحد المشتري مثلا قال: عندنا في خيار الشرط 3 أيام. والله المشتري قال: إنني ألزم نفسي بالبيع، ألزم نفسي بالشراء عفوا. ففي الحالة دي يبقى التغى الخيار في حقه، وأصبح البيع في حقه لازما. أما الآخر فهو له الخيار كما حدد، يعني سواء يومين أو 3. ما مدة خيار المجلس؟ كنا خيار المجلس مدته ما لم يتفرقا، مدته عدم التفرق. طولة ما هم جالسين في المجلس فده هذا له الحق في الرجوع، وهذا له الحق أيضا في الرجوع. تاني، مدة خيار المجلس، هنقول مدة خيار المجلس في حالة من الاثنين. الحالة الأولى هنقول ما لم يتفرقا ببدنهما عن مجلس العقد، ما لم يتفرقا ببدنهما عن مجلس العقد. الحالة الثانية قال: أو يختار لزوم العقد، كقولهما تخايرنا. خلاص هما الاثنين قالوا: خلاص احنا الاثنين ده باع وانا اشتريت، وخلاص يبقى كده خيار المجلس في حقهما انتهى. ما الحكم لو مات أحد المتبايعين في المجلس أو جن أو أغمي عليه؟ تاني، الحكم لو مات أحد المتبايعين في المجلس أو جن أو أغمي عليه. هنقول في هذه الحالة إذا أغمي أو جن أحد المتعاقدين لا ينقطع الخيار بمجرد الجنون أو الإغماء، وله الخيار عند الإفاقة. دي طبعا لو كانت مدة الإغماء بسيطة، أو جن وعاد إليه عقله. طيب لو جن أو أغمي عليه فترة طويلة، في الحالة دي هنقول ينتقل الخيار لوليه، وكذلك الميت الخيار ينتقل لمين؟ للولي أو الوصي أو الورث. ما مدة خيار الشرط؟ قلنا مدة خيار الشرط كام؟ 3 أيام. مدة خيار الشرط 3 أيام في الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يخدع في البيع. بعد كده بيقول لي: الحكم لو شرط في العقد الخيار من الغد. هنقول في هذه الحالة يبطل العقد ولا يصح، لأنه يصير العقد جائزا بعد اللزوم، لأنه إذا انتهى البائع والمشتري من العقد في هذه الحالة أصبح العقد لازما في حقهما، ولا يجوز لأحدهما فسخه إلا بالشروط المتفق عليها إذا كان هناك خلل. فطبعا لما يقول لي لو شرط في العقد الخيار من الغد، هنقول له في هذه الحالة يبطل العقد في هذه الحالة يبطل. قال: لأنه يؤدي إلى جواز العقد بعد لزومه. الجواز يعني لا يلزمني الإمضاء في الإمضاء في العقد، عكس اللزوم يلزمه الإمضاء في العقد، أو لا يرجع إلا بشروط التي اتفقوا عليها. بعد كده بيقول السؤال اللي بعد كده: ولمن يكون الملك في مدة الخيار؟ ولمن يكون الملك بيكون لمين في مدة الخيار؟ قال يكون الملك لمن انفرد بالخيار. يعني واحد قال أنا لا يلزمني الخيار، والتاني قال لا أنا أحتاج يومين علشان أختار. قال في هذه الحالة أنا كبائع
قلت لك البضاعة اللي عندي دي انا هبيعها لك، بس انا قدامي يومين افكر، في الحالة دي الخيار لي انا، وانت لغيت الخيار عندك، يبقى في الحالة دي الخيار الملك يكون لمن له الخيار. دي واحد. قال فإن كان الخيار للمتعاقدين الاثنين مع بعض، قال فالبيع موقوف مدة الخيار، فإن تم البيع فإن الملك للمشتري من حين العقد، وإن لم يتم البيع فالملكية للبائع وكأنه لم يخرج عن ملكه. وفي الحالتين خيار المجلس وخيار الشرط واحد. بعد كده اللهم صل على النبي. ولمن يكون الملك في مدة الخيار، وبما يحصل فسخ العقد أو إجازته في مدة الخيار. بما يحصل فسخ العقد أو إجازته في مدة الخيار. مدة الخيار ممكن يحصل فيها فسخ، وممكن يحصل فيها إيه؟ ممكن يحصل فيها جواز البيع أو إلزام البيع. قال يحصل الفسخ بقول أحدهم فسخت البيع أو رفعته، وتحصل الإجازة بقوله أجزت البيع أي أمضيته. الإجازة يعني أنا خلاص هأمضي البيع، والفسخ خلاص أن أنا أفسخ البيع. فواحد قال أن أنا فسخت البيع وكده خلاص البيع انفسخ أو الشراء، والتاني قال لا أنا أجزت البيع. يبقى لو قال أحدهم فسخت البيع يبقى البيع انفسخ، لو قال أحدهم أجزت البيع والتاني طبعا وافق، يبقى في الحالة دي البيع لازم وأجاز به. ومتى يكون الوطء فسخا أو إجازة؟ طبعا يكون الوطء فسخا دي في حالة الايه؟ في حالة شراء الأمة. المشتري اشترى أمة من البائع، وهناك مدة خيار 3 أيام، فالمشتري لما أخذ الجارية وطئها، في هذه الحالة يكون الوطء إجازة. طيب لو اشترى المشتري جارية، وهذه الجارية لازالت عند مالكها، عند مين؟ عند البائع، بس المشتري لم يأخذها، وفي هذه المدة جامعها سيدها اللي هو المالك الأصلي اللي هو البائع. طالما جامعها يبقى أنه لا ينوي بيعها، الرجل مش قادر على فراق هذه الجارية وجامعها، فبالتالي يكون هذا الوطء فسخا، إما أن هو جامعها أو أعتقها. قال ولو شرط البراءة عما يحدث من العيوب قبل القبض، وبما يحصل فسخ العقد أو إجازته في مدة الخيار. ومتى يكون الوطء فسخا أو إجازة؟ ولو شرط البراءة عما يحدث من العيوب قبل القبض، فما الحكم مع التوجيه؟ هذه المسألة أنا أتيت بها من الكتاب حتى نشرحها بتفصيل. هنا لو شرط البراءة ما يظن حصوله بشرط، بيقول لي بقى ما الحكم إن باع حيوانا أو غيره بشرط براءته من العيوب في المبيع؟ يعني واحد بائع وباع الحيوان وقال للمشتري أنا بريء من أي عيب في هذا الحيوان، الحكم؟ قال إذا باع حيوانا أو غيره بشرط براءته. يعني براءته؟ قال له أن يقول بعتك بشرط أني بريء من العيوب التي بهذا الحيوان، فيبرأ البائع من كل عيب باطن بالحيوان. أي عيب داخلي بالحيوان كان قد جهل هذا البيع حين العقد. أني ببيع لك هذا الحيوان وبقول لك بشرط أني بريء من أي عيب في الحيوان. إمتى أبرأ؟ قال إذا كان هذا العيب في باطن الحيوان، تمام، في داخله شيء، في بطنه، في أي حاجة داخلية، كان قد جهل هذا البيع حين العقد. أنا بعت لك وقت بيعي لم أكن أعلم أن في هذا الحيوان عيب في باطنه، يبقى في الحالة دي أبرأ من هذا الحيوان، لا يلزمني أخذه مرة أخرى. قال بخلاف العيب المذكور فلا يبرأ عن عيب في غير الحيوان. يبقى لو كان في عيب داخلي يعلمه أو يجهله، في مثلا السيارة، عطل مثلا في السيارة، يبقى العطل في السيارة دي من السهل التعرف عليه، يبقى هذا البائع يضمن لا يبرأ، تمام. فإذا حدث العيب بعد البيع وقبل القبض فلا يبرأ. لو إذا حدث العيب، العيب ده حصل إمتى؟ بعد البيع،
وقبل أن يقبض المشتري، في هذه الحالة لا يبرأ البائع. لا يبرأ مين؟ البائع لا يبرأ قبل القبض، كده لسه العقد لم ينتهي، لأن الشرط اللي في العقد منصرف إلى ما كان موجودا عند العقد. حالة العقد كان والله حصل في عيب، يبقى العيب ده هو يلزمك أنت كبائع ولا يلزمني كمشتري. أما إذا كان العيب ظاهرا فلا يبرأ البائع. لو كان العيب في الحيوان ده ظاهر، قال لا يبرأ من عيب ظاهر في الحيوان سواء علمه البائع أم لا. لو احنا عندنا عيب في الحيوان ظاهر ومع ذلك البائع قال أنا بريء من أي عيب، هنقول له لا، لو العيب ده ظاهر حضرتك هتلتزم بالعيب دهوت، والعيب ده هيكون عليك أنت. قال أما إذا كان العيب باطنا فلا يبرأ من عيب باطن في الحيوان علمه. السؤال اللي بعد كده، متى يكون الرد بالعيب؟ الرد بالعيب يكون إمتى؟ قال يكون الرد بالعيب على الفور. مجرد ما حضرتك تعرف إن في عيب خلاص تتفضل على الفور ترجع البضاعة لصاحبها بعد علمه بالعيب حسب العادة. ولو أخر بلا عذر أو بعذر فما الحكم؟ هنقول لو أخر بلا عذر فلا يحق له الرجوع. لو أخر بلا عذر فهذا يبطل الرجوع خلاص. يبقى يبطل بالتأخير بلا عذر. لو ما فيش عذر وانت أخرت يبقى انت كده موافق على البيع، ولا يلزم للبائع ان هو يأخذ البضاعة مرة أخرى. طب لو أخر بعذر، هنقول لو أخر بعذر فلا يبطل الخيار له، ومن حقه أن يرجع لأنه بعذر. قال وما الحكم مع التوجيه لو حدث بالمبيع عيب عند المشتري؟ لو حدث بالمبيع عيب عند المشتري، العيب ده هو حدث عند مين؟ بيقول لي حدث عند المشتري. طبعا لو حدث بالمبيع عيب عند المشتري ده يبطل الرجوع، يبطل الاختيار أو يبطل الخيار. في الحالة دي هذا العيب على المشتري لا يبرأ. في الحالة دي يبرأ البائع من هذا العيب، وهذا العيب على من؟ على المشتري. السؤال ده تاني بيقول لي لو حدث بالمبيع عيب لا يعرف العيب القديم بدونه، يعني حصل عيب حديث والعيب الحديث ده هو اللي ظهر العيب القديم. في الحالة دي أصبح عندنا مصيبتين، المصيبة الأولى دي مني، والمصيبة اللي هي قبليها اللي هي القديمة دي التانية ودي الأولى. المصيبة الأولى دي أو العطل ده من مش مني، ده معروف من صاحب البضاعة. في الحالة دي قال العيب الحديث لا يبطل العيب القديم، لا يبطل رد الاختيار، وللمشتري الحق في رد المبيع مرة أخرى إلا إذا رضي المشتري. تمام كده؟ يبقى العيب الحادث عند المشتري قبل القبض أو ده بعد القبض حتى، قال لا يسقط حق المشتري في رد المبيع.